السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. نتمنى يا ربي لا فيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال هاد النهار عباره على ملوي مخمر اللي ان شاء الله انا متاكده الا جربتوه بهذه الطريقه غادي تعتمدوه في الطاوله الرمضانيه ديالكم، وحتى السحور كيجي خفيف وزوين مع براد ديال اتاي. كما كتشوفوا كيجي فحال السفنج، كيجي غزال. انا معتمداه بلا رمضان صراحه، كنديرو هكا الكوتي او العشاء والفطور اللي بغيتو. المهم بلا ما نطول عليكم نمشيو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. انا صراحه الله كنديرو غير بالفينو، انا عيل هكا الاخوات المبتدئات ما ينجحش معاهم ولا شي حاجه. غادي ندير معكم خليط ما بين الفينو والدقيق الابيض. كما كتشوفوا هذاك راه الدقيق الفينو اللي هو صفر، او الدقيق القمح الصلب، كل واحد واش كيقول ليه. واخوات الجزائريات كيقولوا ليها وقيله على ما اظن الفرخ، والله ما عرفت، كل واحد واش كيقول ليه. المهم الطحين الصفر هذا راه الطحين الصفر حنا عندنا هنايا داير بحال الدقيق، يعني رطب بزاف، ماشي غادي للسميده. الا مثلا غنعطيكم، انا كندير غير عيني ميزاني. انا هاد الوصفه معتمده ديما الوصفه ديال الوالده ديالي الله يخليها ليا، اللي من نهار وعينا وعقلنا وهي كديروا لينا في السحور. كنا كنتسحروا به يعني في البرد والشتاء، كطيبوا على العواد كيجي صراحه رائع. في الفران ديال العواد مع 3 ديال الصباح كتنوض تصايبوا لينا. مي مثلا انا كما قلت لكم غادي نديروا جوج ليف ديال الدقيق الابيض، ديروا زلافه ديال الصفر الاخوات اللي اول مره يصايبوه. مثلا انا مغلبه الدقيق الصفر، مثلا درت 3 زلايف ديال الدقيق الصفر، درت زلافه وحده ديال الدقيق الابيض. وكيف ما قلت لكم انا كندير غير الدقيق الصفر بوحده وكيجيني فحال هكا. المهم على الاخوات اللي اول مره غادي يديروه يمكن لكم ديروا غير الطحين الابيض الا بغيتوا. المهم درت معلقه كبيره ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، ودرت هكا الملح اللي كيبقى دائما حسب الذوق، ودرت راس معلقه تقريبا ديال الخميره المعجونه او الخميره حبيبات. الجو سخون دابا شويه سخن الحمد لله الجو، ما تكثرش ليها البنات الخميره فحال الخبز او البطبوط، لا راه ما تيبغيش الخميره بزاف، لان ملي غادي نبغيو نجيو نورقوه غيبغي يبقى يتقطع لينا. غادي نعجن بالماء اللي دافي شويه، يعني ما سخونش بزاف لان الجو دافي. العجين عادي، العجين يكون شويه. انا الدقيق اللي عندي عاوتاني البنات ما كيتشربش، الا فوت ليه شويه كيبدا كيتلصق، لا الصفر ولا الابيض. هذه النوعيه المعتمده عندي اللي كندير بها انا هاد النوعيه الملوي. كما قلت لكم هاد الدقيق الابيض اللي درت راه ما كيتشربش نهائيا، سوائل حتى الدقيق الصفر. نتوما كنظن الدقيق الابيض راه يكون، المهم ديروا القوام ديالو فحال عجينه المسمن، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني خفيفه بزاف. هنا انا درت الماء راه عادي، من بعد كما كتشوفوا راه ما تشربش نهائيا الماء. غادي نزيد شويه ديال الطحين الصفر كما كتشوفوا، واحد الكميه باش نحصل على القوام اللي انا باغاه. المهم غادي ندخل فيه هاد الكميه ديال الدقيق باش تجيني هكا العجينه مجموعه، لان غادي نديرو في البلاستيك وغادي تزيد ترخى معنا العجينه، وفيه داك شويه ديال الخميره. كنأكد ما تكثروش البنات الخميره ديروا غير عينكم يعني واحد شويه على اساس باش يخمر لينا في الجو سخون. المهم باش ما تقطعش لكم العجينه هكا في اثناء ديال التوريق. ديروه على بكري البنات لانه كيحتاج شويه ديال الوقت باش يرتاح. غادي ندلك العجينه ماشي بزاف، عيد هكا يتجمعوا لي المكونات، وغادي ندهنها بشويه ديال زيت نباتيه، وغادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي، وغادي نخليها ساعه نص ساعه شحال ما خليتوها. المهم كترتاح مزيان، وعاد نرجعوا نتلاقاو نشوفوا اش غادي نديروا. غادي نخوي هكا العجين كما كتشوفوا راه كتولي فحال المسكه. غادي نقطعها هكا قطع متساويه. بالنسبه يعني القطع ديروا الحجم اللي بغيتو، ديروهم صغيورين ديروهم كبار. غادي نديرهم هنا هكا المهم متوسطين هكا الحجم ديال وحده اللي غياكلوها جوج ديال الاشخاص او جوج ديال الناس. كما كتشوفوا كنخوي الهواء من العجينه وكنديرها على شكل بودان كما كتشوفوا، او على شكل طولي، يعني لا فيديو موضح. وهنا حتى غادي نشكلهم عاد اللي غادي ما ديروش الزيت، شكلوش بالزيت لان الزيت الا دخل في العجينه عاد غتقطع ليكم. هنا عاد غادي ندير انايا الزيت كما كتشوفوا، كنلوي هكا باش ما كيلتصقوش وكيبقى الشكل ديالهم املس. غادي نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. كما قلت لكم الجو سخون كما كتشوفوا الشميشه ما شاء الله داخله. هنا ملي غادي نعرفهم هكا نشوفهم مرتاحوا، هذاك كما كتشوفوا راني دايره زيت المائده هكا في الطاوله، هو اللي هكا باش غادي نبسط فيه. عندي الزبده والزيت اللي مذوبين، وعندي شويه ديال السميده الرقيقه،
او السميد الخاص بالحرشه والبغرير. غادي نضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحليب او بيكين باودر، يمكن لكم تستغناو عليها. وغادي نبدا نطلق البنات. كما كتشوفوا العجين مرتاح، طريقه ديال يعني الطلق راه باينه، او تسريح العجين كنسرح حتى كيبان ليا سطح العمل. وملي كنبغي نلوي ما كنزيرش يديا، عي كنجمع وصافي البنات باش هكا بالزربه يرتاح معاكم هاد الملوي هذا، يخليوه يرتاح. راه ما كياخذش نهائيا وقت كتير. هنا انا راه هاد الكميه راه درتها بالزربه، يعني ما كاملاش نص ساعه لويتهم كاملين. هنا باش غادي نجمعوه غتشوفوا يعني في لا فيديو يعني في الاخر كيفاش هنا عي كتلويوهم هكا بهاد الطريقه وكتحطوهم. ما تحاولوش بحال تقرصوهم، لا، لانه باقيين ما مرتاحينش، ما غاديش يتقرصوا ليكم، غيبقاو قاصحين. ولا بقيتو كديروا معاهم الجو تقرصوهم بالجد غادي تقطع معكم العجينه وغيجيكم الملوي ملصق، ما غيجيكمش هكا محلول من الداخل اولا مفشفش. عي كنلويهم هكا على شكل كما كتشوفوا على شكل بودان او هكا. المهم راه الفيديو موضح. كندير غير شويه، ما كيجيوش نهائيا ميدمن، كندير غير شويه ديال الزيت والزبده وكرش شويه ديال السميده. ما كيهش نهائيا الزيت والزبده. كما كتشوفوا ديك الزلافه راه شاط ليا منها، راه زلافه عندي صغيره ما كبيراش بزاف. كنبقى مستمره حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي ديال المليويات. هنا بهذه الطريقه هادو راه الاولين، راني عاد درت لهم هكا هما الاولين يعني تبسطوا ليا. كما كتشوفوا كنقعدهم هكا كنخليوهم يرتاحوا، عاد اللي كنقعدوهم بهذه الطريقه ضروري راه ما كيديروش لكم مباشره من بعد ما كتلويهم. وكنغطيهم مره اخرى ونخليهم واحد ربع ساعه. الجهد اللي غنبغي نقرصهم غادي يتقرصوا ليا بسهوله. المهم راه عينكم ميزانكم البنات. هنا بسبق لي شاركت معكم الطريقه كنقرصوا بالزيت وفي اللاطا ديريكت. لا دابا غادي نقرصوا معكم بالسميده الرقيقه او الفينو. كنقرصهم عادي بحال الخبيزات وما كنبسطش مزيان، اولا كنعطيهم ما يجوش رقاق. كنخليهم شويه فين كيزيدوا يختمروا وكيجيونا هكا مهبرين من الداخل وكيجيو مفشفشين وما كيجوش نهائيا معجنين. قرصتهم وغادي ندير هاد البلاستيك وغندير لهم واحد السيف ونخليهم يختمروا. راه بالزربه كيختمروا كما قلت لكم، الجو سخون ما كاينش البرد فحال لي شحال هادي. يعني نخليهم حتى يخمروا عادي البنات فحال الخبز ديال الدار. كما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالهم، ما تقرصوهمش بزاف يجيو عاوتاني ملصقين. خليهم شويه هكا باش نلقاو من ناكلو فيهم. الفران راني مشعلته غير من الاسفل البنات. اللي عنده كيشعل من الفوق للتحت ماشي مشكل، يشعل من الفوق ومن التحت. انا شعلته غير من الاسفل. نار اللي هي تيسخن الفران وكنزلوا العافيه متوسطه، يطيبوا على عافيه متوسطه. هما كما كنقولوا خفافين ومفشوشين، راه بالزربه كيطيبوا. ملي كنحط هكا المليويات ديالي حاولوا تخليوهم على نفس الوجه ديالهم، واخا تهزوهم قلبوهم ورجعوهم على هكا بشويه باش ما تهرسوش لهم عاوتاني الخميره ديالهم. هنا من بعد ما طابوا كما كتشوفوا طيبتهم في الفران انا ديال الغاز. كيجيو ما شاء الله محمرين مجمرين مذهبين. هنا راه اللون ديالهم هكا صفر البنات، حيت الدقيق الصفر في اغلبيه غير الدقيق الصفر. كيجيو صراحه رائعين وكيجيو مفشفشين. انا متاكده الا جربتهم ما غتستغناوش، كيجيو خطيرين البنات مع الريب الحلو ومع الزبيده هكا بلديه اولا السحور ديالكم اولا السحور البنات كيجيو خطيرين. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش غير من واحد لايك البنات للتشجيع، وشكرا والى اللقاء.